كابتن الفوارق كانت واضحه وجليه في المباراه بصراحه. والله الفوارق صحيح تباين والفوارق كانت واضحه، ولكن في فترات. لماذا؟ لان في اول مباراه بالحق يقال تو داكوردو حدث كبير في بوحجله، وكل الصور جيتون فوق المنازل هذيك هي اللي شعر مدلكوب في الفرق هذه، وكما قال فما مسؤول جاء وقت باش معناها يوسعوا لهم في طاقه الاستيعاب، يقدوا لهم الواحد وراه شو اسمه المرمى زاد ينحيوا التراب يحطوا حاجه. خلينا والله بعض الصور ساعات تعلق والله سندمون دريان دي تور. اي اكزاكتومون كابتن معناتها رمل كيما هكاك. تعرف مباراه كاس وتعرف باش تكون مباراه منقوله والناس باش تتفرج فيها، على الاقل شويه مجهود، نعرفوا الامكانيات نتاع الجهه كل شيء، لكن شويه باقل الامكانيات شويه مجهود على الاقل تتعدى صوره خير من هما ما يستبقوش، راهو ما يستبقوش. يلزم نستبقوا بلاش سامحني بعد اذنك يا كابتن. لا تفضل. لا باش نفس الكونتكست دون لو ميم كونتكست. هو ابريوري انت من الاول دو بريمير فيو تعجبك تشيخ عليها تقول هي فرحه فيستيفال كوب وناس تشيخ، لكن راهو فما زاد راهو توفر شروط السلامه مهم جدا. صحيح. انا خفت كي ريت تصور هذوكم الحقيقه لا قدر الله في رياكسيون في تنجيزه الناس اللي تصور لنا خايفين لو كان لا قدر الله واحد طاح، لو كان يسجل هدف وجمهور بوحجله يتفاعل مع بعضه فهمني ويعمل يفيد يعمل موفمون نتاع مجموعه مع بعض. لطف يا ربي والبنيه مش كامله والبنيه غير مكتمله كما قلت، وفما مازال حتى سامحوني اللي يفهم في المرمى يتبع الحكايه هذوم. حسها البنيه كابتن مازال فيها الكفراج، نادر تفهم في المرمى. نادر بالك نادر تفهم في البنيه انت كفراج اكثر حاجه اخويا. انا كان يولي مقاول مع المقدم ومع المبيوله. تعمل في البروموسيون ايموبيليير تقول لي ما نعرفش البنيه. يا ولدي كفراج مازال مكفرش البنيه، اللوح مازال خارج منها، ومئات البشر قاعدين في الظروف هذيك المخيفه. انا والله خفت، قلت كنت مركب حاجه لا قدر الله ويعملوا رياكسيون يزيدوا يتيحوا. معناها بقدر ما تفرح ما تبتهج لانه تدخل حيويه وتعمل جو في البلاد وفي المدن الصغيره، بقدر ما تخاف لانه شروط السلامه وحقهم يستناوا يا اخي وتعبين عام كامل من اجل انهم يبسطوا هكا الادوار المتقدمه، وهذه فرحه اكيد، ويفرحوا كي يستقبلوا فريق كبير كما الترجي الرياضي التونسي، هذا حقهم. لكن كمان نخافوا عليهم ما نحبوش صور كيما هذه بلديات اكزاكتومون شويه جهد باش الصور تكون افضل. ولو شوف معناتها الحيوته معناتها والله شيء يحشم، معناتها ستال دهن سا دوموند با برشا حاجات، معناتها ستال دهن على الاقل صوره جميله لبلادنا، صوره جميله سوقها في العالم، خاصه نولوا على الفضائيه الاولى على الوطنيه الاولى مش معقول والعالم يشاهد فيها، على الاقل سوق صور جميله للبلاد. وكل الفول هذيك بقدر ما هي باهيه بقدر ما تخوف الحقيقه الصور. صحيح ولو انه مشكله الملاعب والله العظيم مشكله ازليه. ويا كابتن حتى والله اكزاكتومون. شوفوا تو ما عندكش فكره زاد النداءات والله من عديد الانديه قاعدين يتصلوا بنا من اجل نسلطوا عليهم. بني خلاد تتذكروا الناس كل اللي عديناه، بني خلاد وقتها الدجاج اللي ربيوا فيه في الميدان وكل شيء طلعت ما حتى شيء، ما صار حتى تقدم ومشاكل كبيره بالعربي طلع ولا مشاكل كبيره مشاكل كبيره في بني خلاد على الملعب، وهما المسؤولين عندهم الحق. يقول لك احنا العام الجاي باش نلقاو احنا في مشكله اللي عشناها السنه، يلوجوا على ملعب السنه يلعبوا برشا مباريات في قربه. شو نقول لك انا باش نلقى روحي نفس المشكل السنه، وفما مشاكل مع المقاول وقاعدين يستناو فينا يكلموا فيها برشا بني خلاد، لانه الملعب مازال مراوح مكانه، مازال ما صارش تقدم في الحكايه. يلا نرجعوا فنيا نحكيوا على المباراه كابتن. صحيح بالرغم من التباين الفوارق الكبيره وكبيره جدا، ولكن في فترات فريمون كانت تربي سيربريز بالنسبه لي انا. وحتى المدرب براكولي قال لك اون سي في بور، معناها بارفوا اون سي في بور بالحق سي فري، معناها والله بداوا في بعض الفترات من المباراه خفنا. لا فهمتني، بداوا المباراه سمير معناها فريمون منظمين وعاملين ان سيستيم دو بريسينغ ارسلمون بريسينغ، وبعدش نستاخوا لي جوار ليبر. عملوا بريسينغ في العمق على جلاسي وعلى مريح، عملوا تفوق عددي على الاطراف على الاظهره 15 دقيقه فريمون. انا انبهرت حق
معناها لعبوا، ولكن قلت في قرار نفسي الصمود قداش الدنيا، خاطر يفو معناها طاقه كبيره في الحكايه ذي، والضغط العالي ذي قاموا به لاعبين زياد العنلي تعرفوه؟ علي الشيبي، غازي الحزامي، اسامه النصري، وحازم الميداني الذي اقصي في الشوط الثاني في 62 دقيقه. معناه وبعد بشويه بشويه مع مرور الوقت الترجي بدا داخله بعديش ايزون بري معناها اخذوا زمام الامور، وجات بعض المحاولات من الجبري وخاصه من تقا مرتين والحارس ابراهيم الصغير حق تالق، وجاء الهدف باهي. علاش باهي؟ لاسيست من لارير جوش العيفي محب العيفي واللي سجل هدف لارير. دونك يوريك المساهمه الهجوميه وفي بناء الهجمه وفي انهاء الهجمه من الظهيرين. الشوط الثاني كيف بدات اسمها بوحجه زاد كيف بعد بشويه بدي خرج حازم الميداني مع المخزون اللياقي وكذا، ولكن اللي حاجه باهيه عجبتني اللي 3 اولاد اللي دخلوا كانوا هما معناها ساهموا في الهدف الثالث، ضو طبوبي والتواتي. وهنا نحب نتكلم على الهدف نتاع هيثم ضو، نعرفش كان يوريهولنا توا على السيجو. بيرفكسيون دو جيست، ما معنى؟ والجيست هذا يتطلب عناصر، العناصر هذه فما سينكرونيزاسيون بين شنو؟ بين 3 حتى 4 عناصر. تناسق، التزامن الحركي بين التراجكتوار لا بعد المسار، بين التراجكتوار وبين الجسم وبين الكرة وبين القرار. هذا الكل جاء في كيلكو سكوند، مليون دو سكوند. والجيست هذه لا بيرفكسيون دو جيست نحب نتكلم عليه، تكنيك كيفاش معناها كل شيء موجود، اتزان وكذا وسكروزوليا، ولكن كيفاش خذا الكرة. انا لعبنا كرة خذاها مليانه وجه الرجل، بوجه الرجل، مي مشات لمبيد الكرة عملت هكا لهكا مشات طول هذيك. الهدف هذا بالنسبه لي انا يمكن احسن هدف، ونشجعوا احنا الشبان احسن هدف في الموسم بالنسبه لي. شو ريت مشيت فمش لعب لمبي تك، فهمتي؟ برافو هيثم يعطيك الصحه، كيفاش القرار في كيلكو سكوند، سانكرونيزاسيون، بيرفكسيون دو جيست تكنيك. ولهذا السبب قلت لكم كل مره نلقى جيست تكنيك يلزمنا نثمنوه، خاطر اعاده الاعتبار الى الجانب الفني اللي حتى حد ما هو عاطيه قيمه. ترو دو تكتيك ديتروي لو جو. واضح. فقط تصحيح، شكري الويعر هو نائب رئيس مكلف بكرة القدم، لأنه في الفيتير خرج رئيس فرع كرة القدم. هو حسب البلاغ الصادر عن الترجي الذي التونسي في الصفحة الرسمية هو نائب رئيس مكلف بكرة القدم. وليد حبيت إضافة في المباراة بسرعة. أول حاجة فيما يخص اللاعب ضو اللي تكلمت عليه معناها في عديد المرات، حتى في الديربي وقت اللي حكينا على لي فورماسيون بروبابل وكذا، على الجهه اليسار انا قلت ينجم يكون حل. لعب مع العمران عجبني، لعب مع في مقابلات اخرى كي ياخذ طون دو جو في السي بي، دخل عمل معناها حاجات باهيين. ما فهمتش علاش ما خذاش اكثر وقت، على خاطر في غياب بلايلي وفي غياب شويه حلول مع ديارا اللي لعب من الاول دخل دخله باهيه ومن بعد طاح شويه الروندمون نتاعو. كنا نجموا نشوفوه ضو ملاعبي يمشي وكوراجو وفي الانكونتران، وشفناه الجيست كيما حكى الكابتن معناه ملاعبي ينجم الترجي يعمل عليه ويعطيه اكثر وقت. بالنسبه للمقابله ككل، الترجي فريق محلي 100%، الفوارق موجوده سورتو ريت في المستوى هذا. ولو انه صارت برشا مرات قبل فريق ديفيزيونير ينحي فريق كبير من الكاس، وصارت معناها من غير ما نرجعوا للتاريخ. صارت حتى مع الترجي، صار مع الترجي ومع وحيد قلقنا مساكن، صارت. اليوم الفوارق ريت الفنيه والتقاليد نتاع النادي وتاريخ النادي والاكسبيريونس اللي عند الفريق تخلي اللي اون فاس يصير كرولاشمون ابارتير معناها من الشوط الثاني 15-20 مينوت، وشفنا معناها حتى على المستوى البدني والتكتيكي والفني واضح. التفوق اللي عند الترجي خليه ياخذ الاسبقيه، اما المره دي ويربح معناها نعطيه استحقاق 3 ملاعبيه الشبان، نعطيه استحقاق الهدف صعب الانجاز. واضح. نبيل، كلمه على تعيين شكري الواعر في خطه نائب رئيس مكلف بكره القدم والكلام اللي حكاه في الفيتير. صحيح دالي، هو تتسارع الاحداث في الحقيقه في الترجي الايام الاخيره بعد ضياع لقب البطوله. تحسوا انه الترجي
قاعد يرتب في البيت من جديد. وبعد ما شفنا الانسحاب الاسبوع الماضي بتاع المسؤول رياض بنور، الايام هذه تم تعيين شكري الواعد في خطه نائب رئيس. الحقيقه شكري مش جديد على الترجي، انا ما اعتبروش انتداب في الترجي ولا حاجه معناها مفاجاه في الترجي. هو شكري حتى وقت اللي كان خارج دفه التسيير شكري كان فاعل، معناها رايه كان مسموع، واقترابه الان من القرار في الترجي في خطه نائب رئيس اللي هي حاجه ما هيش سهله، وانه شكري يرجع في مثل هذه الخطه المربوقه في الهيكل التنظيمي للترجي الرياضي التونسي. لكن تو ديبون دو كوا، من الصلاحيات، من ليزاتريبيسيون. يعني نجم نعيط لشكري الواعر باش نسكت به الجمهور مثلا، نعيط شكري الواعر باش نعدي به الفتره هذه. اما شو باش نعطي لشكري كصلاحيات كوم اتريبيسيون كوم كومبيتونس باش شكري ينجم يكون قراره مهم في الترجي ويكون فاعل وينجم ينفذ السياسه اللي يحب يعملها وتكون كلمته مسموعه. اي اكيد هو شكري قبل ما يوافق اكيد راهو حكى مع رئيس النادي ويعرف شنو هما الصلاحيات، لانه شكري ايضا اسم كبير مش باش يرضى باي صلاحيات. انا راني نحكي لك، انا انسان يتفرج من برا، ما نعرفش شنو صار الكوزينه الثانيه بتاع الترجي، ما نعرفش، ما نعرفش شو حكى مع رئيس الجمعيه. اما انا بالنسبه لي انا سمعت الديسكور الاولاني بتاع شكري، الكلام اللي قالوا شكري من الاول بتاع يتكلم بلغه الواثق من نفسه ومن القرارات اللي باش يتخذ. فالترجي بعوده شكري الواعر اللي هو خدم في الترجي سابقا، خينا من الكارير نتاعو كاتليت كسبورتيف، كانت شكري موجود في التسيير في الترجي سنوات خلت الى الماضي. فعوده شكري مهمه في هذا الظرف لانه التايمينج مهم جدا. الترجي يحب يتجاوز ازمه النتائج ويحب يرتب اموره الداخليه ويحب تكون ليكيب سودي، فشكري يلزمه صلاحيات نتاع انسان وقت اللي ياخذ قرار يتنفذ. فمهم جدا. شكري الواعر عنده كاريزما، شخصيه قويه، حد ما ينجم يجي يقول شكري الواعر انت شكونك وقت جيت، لانه شكري الواعر اسمه مقترن بالترجي الرياضي التونسي، حبيت ولا ما حبيتش، بالالقاب، بتاريخه، بالفيكو اللي عاشه في الترجي، بقوه شخصيته، بعلاقاته في الترجي. فهذا اضافه انا اعتبرها ان بلوس بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. كلمه فقط فنيا، انا حسيت ان المدرب الفرنسي براكوني كل ما يمشي للترجي يعمل نتائج ايجابيه. صحيح. حقيقه، وهذه حقيقه شفناها بعد خروج الكنزاري في فتره صعيبه في رابطه ابطال افريقيا في نظام المجموعات، جاب نتائج ممتازه. شفناها في البطوله جاب نتائج ممتازه، بعد خروج بوميل كذلك. فانا اعتبر ان المدرب هذا الحقيقه علاش يقعد 5 رو، ولو اني ما نقترحش على هيئه الترجي شنو باش تعمل، لكن اعترافا واستحقاقا لهذا الرجل واضح. قلت ما يلزمش يكون 5 رو. لا انت اقترحت ديجا، يقترح بذكاء. يلا يمشوا للموضوع وسيم. الترجي اليوم غابوا عليه الاجانب لكن حضروا الشبان، هذا مهم. النقطه هذه مهمه جدا. صحيح. وهذه من المزايا نتاع يمكن القانون نتاع انه الاجانب ما يشاركوش، لانه كيما فيه سلبيات يلزم عندك شبان، فيه بعض الايجابيات. من المزايا وقت اللي يكون عندك شبان. ملاحظه في محلها كابتن. يلا وسيم الموفيولا تفضل. مقابله بعث بوحجله والترجي الرياضي التونسي عندنا فيها 3 حالات. مقابله ادارها نضال طيف وفي الفار هيثم قيراط. شوفوا الحاله الاولى، شوفوا كيفاش مدافع بعث بوحجله لعب الكره بالراس، ارتقى اكثر من المهاجم، ومن بعد صار التحام عادي داخل في كره القدم، معناها كونتاكت عادي هذاك. دونك لا وجود لضربة جزاء هون. واضح. باهي. عندنا الحالة الثانية، هوني الترجي الرياضي سجل هدف احتسبه الحكم، ولكن حكم الفار عيط له للمراجعة لوجود مخالفة. شوفوا تو كيفاش معناها المهاجم لعب كرة بالراس، هذه قاعد عيط له، مشى واحد يظل طايف للمراجعه، شد في رايه، معناها شاف اللي ما ثماش موجب، ما ثماش مخالفه، دونك احتسب الهدف. لم يجد شيئا. هو الفار علاش عيط؟ الفار عنده اونجل، شاف اللي فيها فوت، القراءه نتاعو شاف مخالفه صح. ولا الحكم تمسك بالرايه، ما ثم حتى اونجل يجيب حد شيء، ما ثم ولا شيء. تمسك برايه الحكم. وانت مع شكون؟ انا حسب الصوره ما شفتش ثم مخالفه، حسب الصوره هذه. باهي. طيب شو اللقطه اللي من بعد؟ باهي. عندنا اللقطه الثالثه، هوني حمزه رفاعه رفع الكره لاعب بعث بوحجره.
نشوفوا كيفاش يد اللاعب رقم 10 في وجه لاعب الترجي الرياضي التونسي. الحكم في بدء الامر اعطاه ورقه صفراء، حسبها كاين سلوك غير رياضي، لكن عيط له حكم الفار للمراجعه، غير القرار نتاعو من صفراء ولات حمراء. هذاك اعتداء يتسمى، ما ثماش علاش باش يقوم بالحركه هذيك. معناتها الحمراء مستحقه لهنا. حمراء مستحقه ومحق حكم الفار باش يعيط الحكم الرئيسي للمراجعه. واضح. هذه هذا اللقطه الاخيره. يعطيك الصحه. شكرا لك سي وسيم، مشكور جدا. سمير يعطيك الصحة، شكرا لك. وليد يعطيك الصحة، شكرا لك. كابيتانو مشكور جدا. نادر ونبيل باش تواصلوا. لا نبيل محمد علي مشكور. نبيل ونادر باش يواصلوا معنا. منتخب أقل من 17 سنة للأسف يغادر المسابقة الإفريقية وما يمشيش الكأس العالم. نخليوه، حبينا خيرنا نخليوه الحصة أخرى، نعطيه أكثر حيز زمني لأنه هذا مهم جدا. نمشيو توا نتفرجوا في قرعة بطولة